تخيل انك في اهم ليلة في هوليوود، كاميرات شغالة والنجوم قاعدة في اماكنهم وكل حاجة ماشية زي الساعة، وفجأة حاجة تحصل تخلي العالم كله يتكلم عن اللحظة دي لسنين. النهاردة هنحكي عن اغرب واشهر الحوادث اللي حصلت في تاريخ الاوسكار، لحظات محدش كان يتوقعها واللي بعض النجوم نفسهم يتمنوا انها تتنسي. في مشهد هيفضل محفور في تاريخ الاوسكارز، كريس روك كان بيقدم فقرة كوميدية وفضل يتريق على جادا سميث مرات ويل سميث، وده كان عشان هي حلقة شعرها زيرو وده بسبب مرضها. واللي حصل كالآتي: ويل سميث طلع على المسرح وكأنه بقى هيقدم فقرة مع كريس روك او حاجة او يتريقوا او ينكتوا مع بعض، وقام هوب سكعوا بالقلم على وشه ومشي. والناس كلها فضلوا قاعدين مسبهلين، واللي هو ايه اللي بيحصل ده؟ هي دي فقرة من ضمن الفقرات ولا ده اللي حصل ده بجد؟ بعد اللي حصل ده في نفس اليوم ويل سميث كسب افضل ممثل، ولما طلع اعتذر عن اللي حصل وقال خلاص يا جماعه انا اتعصبت شويه وما حصلش حاجه يعني، بس اللجنه اعتبرت ان ده غير لائق ووقفوا 10 سنين. نتكلم بقى عن الاسطوره مارلين براندو، احط الاوسكارز بس واجي. عم مارلين براندو صاحب جائزه افضل ممثل في فيلم ذا جاد فازر، اللي هو افضل فيلم في التاريخ من وجهه نظر. بس اللي حصل وقتها لما اعلنوا ان هو كسب الجائزه ما طلعش هو يستلمها، طلعت ناشطه اسمها ساشن ليتل فيتس وكانت لابسه زي السكان الاصليين، وقالت ان براندو بيرفض الجائزه احتجاجا على سوء معامله هوليوود للهنود الحمر في الافلام. وفضلت دي من اشهر اللحظات السياسيه الصادمه في تاريخ الاوسكارز لحد النهارده. احنا كلنا بلا استثناء حلمنا باللحظه دي، لحظة لما يتعلن اسمنا ان احنا كسبنا جايزة الاوسكارز، وهتطلع بقى تستلم وتحكي بقى عن شكر مش عارف مين وعملت ايه والكرو بتاع الفيلم وابويا وامي وهكذا. بس اللي حصل في 2017 مع المخرج داميان شازيل هيفضل محفور في التاريخ. اتعلن ان فيلم لا لا لاند كسب افضل فيلم في السنة، والكرو طلع والناس مبسوطة ويلا بينا وافضل فيلم، وهو طبعا بالفعل بالنسبة لي طبعا افضل فيلم في السنة وافضل فيلم خلال اخر 10 سنين، صباح الفل يعني. وبعدين يطلع واحد يقول يا جماعة انا اسف اللي حصل ده غلطة، انا ده مش جوك، دي مش هزار، الفيلم اللي كسب مون لايت مش لا لا لاند. اعتقد ان الموقف ده سبب تروما لكل اللي اشتغلوا في الفيلم. وبالمناسبة دي قول لنا ايه اكتر فيلم في التاريخ كسب جوائز اوسكار في نفس الليلة؟ ودي بقى هي فزورة النهاردة. اسطورة المصارعة والممثل جون سينا اللي الناس كتيرة جدا بتحبه عمل حاجة من اغرب ما يمكن السنة اللي فاتت، عملها واحنا بنتسحر حرفيا لاول يوم رمضان. جون سينا طلع على المسرح وهو من غير هدوم، بدون اي ملابس، طبعا مش بالظبط لكنه كان لابس قطعة شفافة تخلي شكله كأنه عاري تماما، ودي كانت جزء من نكتة مرتبطة بالفيلم اللي كان بيقدمه. اغلب الجمهور هناك ضحك، بس هي كانت صدمة لكل حد بيحبه. وزي ما قلت ان الفوز بالاوسكار هو حلم اي ممثل، فتخيل بقى وانت طالع تستلم الجايزة تقوم هوب واقع. ده بالظبط اللي حصل مع جينيفر لورنس في 2013 لما كسبت جايزة افضل ممثلة عن فيلم سيلفر لينينج بلاي بوك، وهي طالعة على المسرح وقعت على السلم. لحظة اوكورد ومحرجة جدا، بس الجمهور فضل يشجعها ويسقف لها عشان تحاول ان هي تعدي الموقف. عادة الناس لما تكسب اوسكار بتبقى طالعة بقى كده في رونق وناس شيك وتخش تستلم الجايزة بهدوء وتطلع بالراحة كده وحاجة اخر شياكة، بس مش ده اللي حصل مع روبرتو بينيني. كسب جايزة افضل فيلم اجنبي اللي هو لايف از بيوتيفول، وده ما كانش طبيعي. لما سمع اسمه بدأ ينط ويعدي على كراسي الحضور بحماس هستيري، واللحظة دي لحد دلوقتي لحظة ما تتنسيش. قول لنا في التعليقات ايه اكتر لحظة من دول صدمتك، ولو في موقف تاني انت فاكره قول لنا برضه عليه في التعليقات. وما تنسوش تجاوبوا على الفزورة اللي اتقالت في الحلقة. استنوني بكرة مع حكاية وفزورة جديدة، وخليك فاكر دايما ان في رمضانك حدوتة.